السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. عايزه اقول لكم بقى ان انا نزلت اجيب شوية بقسماطات كده عشان الشاي ابو لبن الصبح، وشوية معجنات. فوجئت بالاسعار بقت عالية جدا جدا جدا، اسعار مبالغ فيها بتاعة المخبوزات والبقسماطات والحاجات دي كلها. بصراحة بقى انا اتجننت. رحت جايبة كيلو دقيق، ورحت جايبه بعضي ورحت طالعه وحلفت ما هشتري من الفرن تاني بقسماط، وهروح واروح واعمله في البيت بطريقتي، وهيطلع احلى واطعم واجمل زي ما انتوا شايفين كده. مقرمش وجميل وعلى وشه السمسم ولونه في منتهى الجمال وخبيزه ما شاء الله. حاجه كده بسم الله ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا. ولا نجيب من بره ولا نشتري بغالي قد كده هوت، وما تكلفش معايا اي حاجه. كل اللي اتكلفته هو كيلو الدقيق اللي انتوا شايفينه دوت. انا هحط عليه رشه من الملح، وهحط عليه معلقتين كبار من السكر، وهحط معلقه من الخميره الفوريه، وهحط تلت كوبايه زيت. هو المفروض هحط نص كوبايه زيت، بس انا الصراحه خليت تلت، وحطيت معلقتين سمنه بلدي كده حلوه، ما احنا اللي هناكله محدش هياكله تاني معانا. فقلت بقى اما ايه اظبطه بقى وادلعه شويه، مفيش ايه حد غريب هياكله، وانا وولادي وجوزي ومحدش غريب يعني. ونزلت بالزيت على السمن كده زي ما انتوا شايفين. ممكن تحطي زيت بس لو انت مش عايزه سمن. ونزلت عليهم بكوبايه ونص من الميه الدافيه، مش دافيه قوي يعني اللي هي الفتره. ورحت مقلبه كله مع بعضه. عايزه اقول لكم ان طريقته وعمايله وعجينه مش مستاهل اي مجهود. انا عايزه اقول لكم اني والله دراعي وجعني، ومع ذلك انا ما طلعتش العجان وما عجنتوش في العجان، انا عجنته بايدي من سهولته ومن طريقته اللي السهله حتى في العجن. انا زودت تاني ربع كوبايه ميه. طبعا ايه انا مش عايزه ازود كتير علشان ايه معرفش الدقيق نظامه ايه. وحطيت حوالي تاني معلقتين من الميه. يعني تقريبا كده انا خدت كوبايتين مليانين من الميه، او كوبايتين وربع كده بس. وهتقلبي بقى كل المكونات دي كده ببعضيها زي ما انتوا شايفين. هتبقى معاكي عجينة طرية وملزقة مش مشكلة. انا نزلت بيها على الرخامة وعجنتها زي ما انتوا شايفين كده اهوت. بدت بقى تنعم في ايديا وتلمي كده وتبقى جميلة. طبعا هتقعدي بقى تعجني كده فيها، مش هتكملي 3 دقايق. العجينة بس تلمي كده وتنعم في ايدك زي ما انت شايفة كده. عجينة ملساء وناعمة. هلفها وادورها كده زي ما انتوا شايفين، واروح ايه ركنها كده 10 دقايق ترتاح شوية. وادي العجينة بتاعتها، ولا اسهل ولا ابسط من كده، ولا هتتعبي نفسك ولا محتاجة حتى عجين. زي ما انتوا شايفين كده اتعجنت هوا. وهركنها 10 دقايق كده ترتاح شوية. وهنا بعد ما ارتاحت بصوا بقى العجينة بقى طالعة ناعمة وزي الحرير ازاي. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احسن ما بين ايدينا واللهم بارك يا رب. وجبت بقى شوية سمسم كده كانوا عندي باقيين، رشيت عليهم 3 معالق من المية عشان لما ادهن الوش بتاع البقسماط بتاعنا السمسم ما يقعش، بيثبت في العجينة. وهبدأ بقى اقطع العجينة زي ما انتوا شايفين كده صوابع بالطول. بصوا العجينة ناعمة وطرية ازاي. طبعا انتي بتفرديها ما بتضغطيش عليها قوي عشان ايه تفضل معاكي كده ايه مدورة بس. والفها كده واقفل من الناحية دي وانزل في السمسم وفي الصينية بتاعتي وهرص. خدت بقى حاجة، تعبنا في حاجة عملتها وانا واقفة، ما خدتش معايا وقت ولا خدت معايا مجهود. وهوب هوب هوا كده اهوت بتتشكل معاكي وبتملي الصواني على طول. وانتوا شايفين العجينة ناعمة ما شاء الله ازاي، وبتتفرد معايا بسهولة. هتاخدي الحتة تفرديها كده صباع طويل وهتقطعيه يبقى معاكي زي ما انت شايفة.
اهو ما فيش فيها اي مجهود ولا فيها اي حاجه. واعملي بقى واملي بيتك خير، واملي بيتك بقى حاجات جميله كده، واتبسطي كده وانت قاعده وتقدمي الحاجه وتقولي انا اللي عملتها لكم وانا اللي عملتها بايدي. تبقى ليها فرحه كده وليها سعاده ان انت بتنجزي وبتعملي حاجه، وبتوفري برضو على نفسك مبالغ. انا هنا عملته ايه، كحك صغنن كده مدور زي ما انتم شايفين، صغنن نونو كده. كده مليت صاج معايا، وهبدأ بقى ايه اعمل الصاج التاني. الصاج التاني انا اعمله بقى ايه كحكاية كبيرة شوية كده، هخلي التدويرة بتاعتها الحلقة واسعة شوية. زي ما انتم شايفين بيتشكل معايا بدون اي مجهود وبدون اي حاجة، ما بياخدش وقت. وانزل بالسمسم كده وارص على طول. واهو بسم الله ما شاء الله، ادي الصاج التاني كمان مليته بقى كده، مليت صاجين وما شاء الله الله اكبر اللهم بارك. العجينة لسه قدامكم، بصوا لسه باقي منها قد ايه. هبدأ بقى ايه اشكل تاني واعمل بقى ايه بقسماط طويل بقى، ما انا هشكل وعندي العجينة في البيت، وهعمل بقى براحتي، اشكل بقى مدور، اشكل كبير، اشكل صغير. هعمل بقى ايه شوية كده بقى بقسماط صوابع كده، ونسقسق بقى في الشاي ابو لبن بقى ونعيش حياتنا. عندنا كمية كبيرة ووفيرة، وكل اللي عملناه كيلو دقيق والله جايباه ب23 جنيه. وادي كيلو دقيق عمل معانا الكمية اللي انتوا شايفينها ديت. اللهم بارك واحسن ما بين ايدينا يا رب. ادي الصاجين الكبار، وادي الصاجات الصغننة بتاعت فرن الكهرباء اهيت. ما شاء الله ملنا 3 صاجات تاني كمان. كل الكمية ديت من كيلو دقيق واحد، ولا خد وقت ولا خد مجهود ولا اي حاجة. ومولعة الفرن بقى. لا الاول قبل ما اولع الفرن ما تنسونيش، هنغطيه ونسيبه يخمر بقى شوية عشان احنا لسه ما خمرناهوش. هنخمره طبعا حسب الجو، احنا في الجو الحر اللي احنا فيه دوت. يعني ممكن ياخد مثلا ساعة الا ربع ساعة، نخليه يخمر وياخد راحته ايه في الخمر بس. وغطيت عليه وهسيبه بقى كده شوية، وانشغل بقى في اي حاجة بقى، عندي مواعين عندي اكل هعمله اي حاجة. ورجعت تاني بعد ساعة الا ربع بالظبط. زي ما انتم شايفين بقى العجينة بقى معايا خمرت وبقت عاملة ازاي، ما شاء الله ضاعف حجمها ازاي، وجميلة جميلة جميلة، وريحة في منتهى الجمال. طبعا انا مولعة الفرن على 180، وهبدأ بقى ادخل بقى الصاجات بتاعتي واسويها. وادي بعد ما سويت بقى الكمية كلها، طبعا شايفين بقى اللون والشكل، حاجة تفتح النفس، وحاجة روعة 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 روعة. وادي الكمية اللي عملتها من كيلو دقيق. شوفوا بقى الكمية دي طلعت لي من كيلو دقيق واحد بس، وشوية زيت على معلقة خميرة على معلقتين سكر، حاجات كلها موجودة في البيت مش هتكلفني حاجة. وشكل وطعم، وما شاء الله والله ريحته كمان جميلة جدا. انتوا عارفين بقى المعجنات بقى وريحتها بقى في البيت بتبقى عاملة ازاي. وادي الصوابع اهي معانا، اديكوا شايفين شكلها طالع عامل ازاي. بذمتكم بقى وتقولوا لي بقى في التعليقات مش احلى من اللي في الفرن كمان؟ هستنى بقى تعليقاتكم وتقولوا لي بقى حلو ولا لا. وادوا شايفين القرمشه بتاعته، بصوا هش ازاي من جوه، وطري وبيتكسر معانا بسهوله. يعني تحطيه في كوبايه الشاي ابو لبن يشفط لك اللبن كله، وبالهنا والشفا. وزي ما انتوا شايفين بصوا مفرغ من جوه ازاي، هش وفاضي كده ومفرغ من جوه. والله العظيم تحفه واحلى من بتاع الفرن مليون مره. وطعم بقى مش قادره اقول لكم، بصوا انا بصور واكل بصراحه من ريحته ومن طعمه ومن جماله. وانتوا بقى شايفين، انا مش هقول لكم اكتر من كده، انتوا شايفين طبعا اللون، وشايفين المنظر عامل ازاي قدامكم. بصوا طري وهش ازاي معانا، حاجه كده بسم الله ما شاء الله. قومي اعمليه وتشجعي كده وما تكسليش، واملي بيتك خير. ولو بقى الفيديو بتاعي عجبكم، ولو اول مره تشوفوني وما اشتركتوش في قناتي، يا ريت يشرفني اشتراككم، وترفعوا كده الفيديوهات بلايكات حلوه.
ومستنية رأيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واختراع جديد وتوفير جديد.